احنا في برنامج فضفض. اه انا حسيت ان احنا في برنامج فضفض، خليه مش يفضفض برنامج حكيم. تحليل. يعني بتبارك له عشان هو مشجع للاهلي، ده راجل محلل. وبعدين بيقول هارد لك للكابتن احمد الطيب. مال احمد الطيب ومال هارد لك ومال مبروك؟ احنا محللين بنقول الزمالك احسن او الاهلي احسن. اللي يفوز بنقول له مبروك، اللي خسر نقول له هارد لك. ايوه بس صحيح. لكن هو بنقول هو حكيم ليش حكيم ليش مبروك يا ليش حكيم واحمد ليش الطيب. ليش هارد لك فضفض هنا ليش وشيل الهم. وليش هارد لك الكابتن احمد الطيب؟ ليش هارد لك الكابتن احمد الطيب؟ لأنه هو سبق وقال أنني أنتمي إلى الثالثة شمال، واليوم كل الثالثة شمال فرحانين ببطولة إفريقيا بكأس الأبطال، والكابتن طيب هذا لا يعني انتمائه هو ايضا للثالثه يمين يعني. يجب أن يفتخر بأنه زملكاوي. الله، لا انا قلت لا. لك انت قلت ان انت اهلاوي. احنا هنا مش برنامج فضفض، احنا بنحلل كوره. انت اخترت كده خلاص، مالكش دعوه بغيرك بقى. اهلا وسهلا بحضراتكم، واللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. ايوه بكلم حضرتك يا كابتن احمد. برنامج فضفض ده يناسبك اكتر واحد يا كابتن احمد، لانك اول ما انا عقبت على توقعات قناه النادي الاهلي بان النسبه 50-50، وقلت طالما ان قناه الاهلاويه بيقولوا 50-50 اعرف ان هي 70-30 رايحه لنادي الزمالك، والراجل كان بيفكرك بكلامك. وبالنسبه للتصريح الثاني بان نقطه ضعف النادي الاهلي هم ظهيراي الجنب علي معلول ومحمد هاني، احب اقول لحضرتك ان هم من احسن ظهيراي الجنب في افريقيا، لان النادي الاهلي وصل قبل كده مرتين للنهائي الافريقي ولم يشترك علي معلول، ولم يحالف الاهلي الحظ انه يفوز بالبطوله، ولما اشترك علي معلول في المره الثالثه الاهلي فاز بالبطوله. وكلام حضرتك ده ملوش الا تفسيرين، التفسير الاولاني وده مستبعد جدا انك ما بتعرفش تحلل ومالكش في التحليل، وبكده تبقى ما يصحش تقعد على كرسي زي ده طالما ما بتعرفش تقيم اللاعبين التقييم الصحيح والتقييم الجيد. اما التفسير الثاني هو محاوله احباط لاعبي فريق لصالح الفريق المنافس. والشيء الاكيد ان اي حد بيشتغل في العمل الاعلامي بيكون ليه فريق معين بينتمي اليه وبيشجعه، وده اللي بيقوله لك المحلل الجزائري، انك ما تتنصلش من زملكاويتك لمجرد ان الزمالك خسر مباراه والزمالك لعب بطريقه جيده جدا. اما اذا كنت فاكر ان موسيماني كان ممكن ياخد بكلامك ويغير في التشكيل والخطه فانت تبقى واهم. وشكرا، الف شكر.